قال: ما هو منهج دولة تركيا؟ هل هو إسلامي على كتاب الله وسنة رسوله أم علماني؟ أصلا شغلنا بكثرة الأسئلة حول تركيا، والسبب أن الأخوان المسلمين إذا أحبوا رئيسا أو مسؤولا جعلوه كالخلفاء الراشدين، وإذا أبغضوه جعلوه في أسفل سافلين. ربما سموه بفرعون وهامان، الوزراء يسمونهم هامان والرئيس يسمونه فرعون، وربما سموهم بالطواغيت. فهذا هو الإشكال الذي من أجله كثرت الأسئلة هذه. فهم في هذه الفترة يريدون أن يكون أردوغان هو خليفة المسلمين جميعا، مع أن المسلمين قد تفرقوا إلى دول كثيرة، وكل بلد له خليفته ورئيسه ومسؤوله والطاعة له في المعروف. وأول من صدر عنه مثل هذه الأحكام أخوان السعودية، حيث جعلوا يلمعون أردوغان وفي المقابل يطعنون في الملك سلمان. فإن كانت ولا بد أن تكون خلافة المسلمين واحدة وقد استتب الوضع للملك سلمان فهو أحق، لأنه على منهج أهل السنة والجماعة، والأخطاء لا يسلم منها أحد. وإن كانت الخلافة ابتداء إنما هي في قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، إلا إذا استتب الوضع لا يخرج عليه، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف. وأما من ناحية ما يسار عليه، فأقرب دولة في العالم تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي المملكة العربية السعودية، وكانت تليها اليمن قبل تسلط الحوثيين، إذ أنها الحدود كانت تقام في اليمن، وكثير من المسائل وضعت على حكم الإسلام، ربما بعضها القول فيها مرجوح أو راجح، لكن كانت من أحسن الدول في هذا الباب بعد المملكة العربية السعودية. وأما تركيا فهي دولة علمانية لا يكابر في هذا ولا ينكره أحد، وضع دستورها مصطفى كمال أتاتورك، كفره العلماء لإلحاده وبغيه، وما زال الناس يسيرون على ذلك الدستور، ما علمنا بتغير. زد على ذلك أنها دولة صوفية قبورية، فقبل قيام المملكة العربية السعودية كانت أرض الحجاز في زمن الدولة العثمانية مليئة بالقبور والأضرحة، مقبرة البقيع ومقبرة خديجة وبقية المقابر تعبد من دون الله وينذر لها من دون الله. وفي بقية الأمور هم يعترفون أنها دولة علمانية. وفي باب الأخلاق مستواها سيء جدا، فقد أباحت ما يسمى بالزواج المثلي، وهو في شرع الله اللواط، وعمل في ذلك البلد أكبر مؤتمر لللوطة في العالم، ويباح فيها الخمر والزنا مرخص له. فلا تشغلوا أنفسكم بهذا الاختلاف، لا تشغلوا أنفسكم بهذا الاختلاف، والله المستعان. ولو نظرنا إلى حال الناس الآن هو تنافس بين أن تقوم دولة سنية في الجملة على طريقة أهل الإسلام، ويقود هذا الاتجاه المملكة العربية السعودية مع قصور كبير أقولها صراحة، لأن الأخوان المسلمين قد تعمقوا في كثير من مفاصل الدول، فإما أن تكون الإساءة منهم، وإما أن تكون الإساءة من غيرهم ممن لم يدرك حقيقة الوضع. والاتجاه الثاني دولة رافضية شيعية تدعمها إيران وهي الممثل لها، وهكذا تركيا وقطر وحركة حماس، ودوليا تدعمهم الصين وروسيا وأمريكا من تحت لتحت، لأنها عائشة على المكر والكيد. فهذا هو. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الكافرين، وأن يعلي كلمته، وأن يرفع راية دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحكومة السعودية إذا أرادت أن تنتصر في هذه المواجهة فعليها بنعش العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فإنه إذا انتعش العلم انتعشت الدنيا والدين، وإذا فسد العلم فسدت الدنيا والدين. هذا باختصار. وقد قلت قبل ندعو إلى نعش منهج الجرح والتعديل، فهو أقرب الأبواب لمعرفة أهل الحق من أهل الضلال، لمعرفة المصيب من المخطئ، لمعرفة الحق من الباطل، والله المستعان.